اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا خير خلق الله. بعد ما صلينا على الرسول هندخل في طريقة عمل الفيديو بتاعنا النهاردة، وبيتكلم عن العيش الفينو. العيش الفينو ولا أسهل ولا أروع من كده في طريقته. قبل ما ندخل في طريقة عمل العيش الفينو، في تركاية صغيرة أحب أقول لكم عليها بتفرق في المعجنات وبتفرق في اللقمة تكون معاكي طرية وهشة وجميلة. عندي المكونات بتاعة العيش الفينو. هعمل التركاية ديت الأول. هجيب معلقتين من الدقيق ومعلقتين من الخميرة ومعلقتين من الخل. الخل بيفرق جدا في المعجنات. هحط معلقتين. انا بصراحة مقاديري بتمشي تبع عيني كده ببركة ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين هحط ذرة ملح خفيفة ومعلقتين من السكر، وهقلب المكونات ديت معايا وهسيبها تتفاعل مع بعضها لمدة 10 دقايق او ربع ساعة. هلاقي المكونات ديت تضاعفت في الحجم. طالما تضاعفت بالحجم يبقى كده المكونات ديت، الخميرة ديت الخميرة شغالة والبكتيريا اللي فيها شغالة كده هشتغل بيها. طب لو المكونات ديت ما تفاعلتش ولا اتنفخت ولا يعني حصلهاش اي حاجة زي ما حطيتها زي ما هي، يبقى الخميرة بتاعتي مش كويسة، استغنى عنها وما استعملهاش في المعجنات بتاعتي. دلوقتي قلبت المكونات ديت بكوبايه ميه او بنص كوبايه ميه تبع المقادير اللي انت حطاها، وهقلبها وهركنها على جنب لغايه لما تتفاعل وتتضاعف في الكميه. قلب 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 قلب. بكلمكوا زي دوما بتتكلم. قلب 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 قلب. دعوة حلوة من قلوبكم بقى، ما ننساش لأهل فلسطين إن ربنا ينصرهم نصرا عزيزا، هم وأراضي العرب يا رب نصرا عزيزا، اللهم أمين. اللهم جبرا يليق بعظمتك وجلالك. جبت الدقيق بتاعي قبل ما استخدم الدقيق في المعجنات هنخله نخلة كويسة. تنخليه نخلة كويسة كده يا ست الكل علشان تدخلي الهواء في الفراغات بتاعة الدقيق. وهحط عليه معلقتين من الدقيق من اللبن البودر. الله بيعزز الطعم وبيدي للقمة طعم جميل. مفيش لبن بودر ومش عايزه احط لبن بودر، خلاص استغني عنه، مفيش مشكله خالص. هو العيش الفينو مش عايز اي حاجه، بس انا بحب اخلي اللقمه بتاعتي غنيه وطعمها حلو. حطيت ذره ملح صغيره بس. السكر اللي بحطه بيبقى اكتر من الملح في العيش الفينو، بحيث ان اللي يجي ياكل اللقمه معايا بتكون تدي طعم تسكيره. حطيت معلقتين سكر، والبضايه ديت بتدي لها طراوه وهشاشه جميله جدا. انا حطيت بيضه. لو مش عايزه تحطي بيضه ممكن تحطي بيكنج باودر ربع معلقه ونص معلقه على الكيلو الدقيق بتاعك. وهنزل بمكونات الخميره زي ما شفتوا حبايبي، تضاعفت الكميه معايا ونزلت على الدقيق بالخميره. وهروح مقلبه بقى. العجين بتاعي هيبقى بميه عاديه من درجه حراره الجو او درجه حراره المطبخ بتاعي، ولا هي ساقعه قوي ولا هي سخنه قوي، لان لو سخنه زياده عن اللزوم بتموت الخميره، فلاحظ الحته دي. فطبعا مش بنسخنها، هي ميه عاديه فتره، والجو اصلا مش يعني جميل ما شاء الله، ولا عايز تسخين ولا عايز درجه بروده ولا اي حاجه. وهنعمل ايه يا دو؟ هنخلط المكونات. قلب قلب قلب. تعالوا قولهم قلب قلب قلب. هنخلط المكونات مع بعضها لغايه لما تتجانس. واي حد مزعلك انزلي بقى في العجين، افتكري الزعل اللي هو زعلهولك وانزلي بقى ايه في العجين بتاعك، هيديكي احلى عجين. افتكري بقى جوزك قالك كلمه، ولادك زعلوكي، قولهم قلب 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 قلب. قلب 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 زي اخلط اخلط اخلط. وبعدين يعملوا لنا ايه؟ لايك واشتراك وفعلوا من الجرس. عافية عليك. خلاص خلصت العجينة. وبعد ما خلصنا العجينة هنزل بقى بمعلقتين من السمنة
بمعلقتين من السمنه زي ما شفتوا كده حبايبي. العجينه خلاص خلصت واتعجنت والمكونات خلاص خلصت بالميه عادي خالص. هنزل عليها بمعلقتين من السمنه البلدي او اي سمنه او اي ماده دهنيه انت تحبيها. مش بشترط عليك انك تحطي دي مثلا، لا، بس المعلقتين دول برضو بيدوا للعجينه طراوه وغناوه وطعم، ويعني بتبقى حاجه جميله جدا صراحه. خلاص انا كده خلصت العجينه، هي لا ولا بتلزق في ايديا، وايديا نضفت من العجينه، والعجينه خلصت نفسها بنفسها ولمت نفسها، والدنيا بقت حلوه، والعجينه بقت اسفنجيه وهشه وجميله زي ما شايفين. هروح دهناها بالزيت واروح مغطياها وركناها من نص ساعه لتلات ارباع ساعه. ما شاء الله لا قوه الا بالله، الحجم تضاعف معايا. وشوف ما شاء الله الخميره الهواء والفراغات ملت العجينه، والعجينه تضاعفت معايا اضعاف اضعاف. هبتدي انزل الخميره منها وابتدي بقى ايه، اعمل الكور بتاعتي زي ما انا عايزه او زي ما انا حابه. حجمها قد ايه، رشه دقيق خفيفه من تحت، وابتدي اخبز اللقمه معايا. بس هي مش محتاجه دقيق صراحه، بس تحطي رشه دقيق لو بتلزق معاكي خفيف. بس العجينه بتاعتي ما شاء الله بالمقادير بتاعتي ما احتاجتش اي حاجه، اسفنجيه طريه هشه. وتبتدي تقرصي عدد اللقمات بتاعتك زي ما انت حابه، قد ايه حجم الرغيف بتاعك. على فكره ممكن نعمل التوست من العيش ده برضو، عيش التوست ممكن نحطه ونعمله عيش توست عادي، وبنطلعه وبنبرده، وممكن نرجع نقرمشه تاني ندخله في الفرن يبقى مقرمشات. بعد ما لفيت بعد ما خبزت الرغيف بتاعي دايره كاني بخبز قرصه، ببتدي بقى زي ما انتم شايفينه الف بقى كده كاني بلف رول كده، وبعدين اضغط عليه ضغطه واقفل الطرف بتاع الرغيف بتاعي كويس، لانه لما يخمر هيعمل لي طرف كده، فمش عايزاه يبقى عامل الطرف ده تخين كده في الجنب. بقفله وبضغط عليه ضغطه خفيفه. الله 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 عليك يا ست روز. ببتدي بقى خلاص انا عملت كده الكايزر ده بقى اللي انا بعمله دهوت. القرصه اللي هي المدوره برضو من نفس العجينه. لو حابه تعملي برجر لاولادك او اي حاجه ممكن تعملي اللي هي القرصه المدوره البرجر. وبرصها في الصينيه. الصينيه بتكون مدهونه دهنه خفيفه من الزيت او من الماده الدهنيه بتاعتي، رشه خفيفه دقيق، وبحط فيها اللقمات بتاعتي دي. وادي رغيف تاني اهوت بعمله. عملت دايره، رغيف دايره خالص، وببتدي الفه تاني رول. التسويه بتاعتي بحطها في الفرن في الرف اللي في النص، وبخلي الفرن يشتغل قبلها ب10 دقايق، واشغل النار من تحت. ولو استوى من تحت وخد اللون الاحمر ببتدي اشغل الشوايه من فوق قبل ما عشان نعرف طريقه التسويه ديت. بقى كانوا عايزين محشي كده زي قولوا معايا ساعدوني في الكلام. طيب ده حطينا فيها جبنه، لو عندك اي نوع جبنه، جبنه قديمه، جبنه موتزاريلا، اي نوع جبنه ممكن تحطها في قلبها وتلفيها، بتبقى عامله زي الباتيه. والله العظيم الجبنه ديت كانت سايحه في قلب العجينه، وكانت طعمها جميله لما استوت. بصراحه كانت جميله. كانت جبنه قديمه عاديه خالص جدا. ديت السندوتشات اهيت بعد ما خلصتها. طبعا ديت قبل الخمر لان هنسيبها تخمر تاني. احنا خمرناها في البدايه ورجعنا خمرناها دلوقتي بعد اختبار الخميره في الاول. شوفوا كام طريقه تخمير بقى، ما شاء الله لا قوه الا بالله. دي بعد ما خمرت بقى معايا. وديت السندوتشات، وديت القرص اللي كنت عاملاها رول اسفه. وديت القرص بتاعتي
كل ده طبعا بعد ما خمر بقى. شوف ما شاء الله الرغيف كنا عاملينه قد ايه. اللقمه قبل ما بتدخليها الفرن بتعملي ميه في شويه سكر وبتدهني وشها، بتدي لمعه للرغيف او لمعه للقرصه بطريقه جميله. وديت ما شاء الله بعد ما استوى. شوفوا، حبيت اوريكم بس الفراغات اللي جوه، حبيت اوريكم قد ايه اللقمه طريه واسفنجيه وهشه وبياض، مفيش ولا اروع ولا اجمل من كده صراحه ما شاء الله. وديت القرص اللي كنت عاملاها بالجبنه وعاملاها بشكل مختلف، الولاد يحبوها ما شاء الله. شايفين الجبنه معايا عامله ازاي، وكان طعمها جميل. وجربوا الطريقه ديت وقولي ايه رايكم في التعليقات. ولو في اي حد عايز وصفه معينه يكتب لي في التعليقات، ويلا قولوا لي ايه رايكم في الوصفه ديت. وما تشتريش وجينا نحسبها صراحه لانها اوفر واحسن ممن هتشتريها من بره. دو بتوري لكم العروسه بتاعتها. تعالي يا وعد اتكلمي عن العروسه بتاعتك بقى. بتوري لكم العروسه بتاعتها، دايما بتحبها جدا وبتحب تطلعها في جميع فيديوهاتها. هي بتغني. بتغني وبتقول ايه يا روحي؟ بتغني اغاني جميله زي وعد. انت ايه رايك في السندوتشات اللي ماما عاملاها؟ جميل. جميله. وايه رايك في اللي كانت فيها الجبنه؟